هشام ونفتحوا يعني برنامج ميطا الثالثه يعني الصفحه ديال خبر التحاق بوعدي بالمنتخب الوطني المغربي واختياره لأسود الأطلس بدل الديكا الفرنسية. هذا ما تروج له الصحافة الفرنسية وليس خبرا نهائيا ورسميا إلى حدود الساعة، بما أن الجامعة مازال إلى حدود الساعة ما نشرتش بلاغ رسمي اللي كتأكد فيه اختيار اللاعب للمنتخب الوطني المغربي، بما أن ما شفناش حتى باش نمشيو يعني بالخشيبات ما شفناش حتى اللائحة ديال المنتخب الوطني المغربي، رغم ان التاكيدات كيجيونا من هنا ومن هنا من ان بوعدي فهو كاين رسميا وغادي يكون في المنتخب الوطني المغربي. شي تعليق سي؟ لا، انا في داخل البرنامج استفسرت مصدر موثوق من داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بشكل رسمي بوعدي كاين مع الفريق الوطني المغربي. نعم، ودفع على دومون راه بشكل رسمي كاين مع الفريق الوطني المغربي. هذا قرار من الجامعه، هذا الخبر جاني من وسط الجامعه. شنو رايك هشام؟ غادي يكون اضافه كبيره في خط وسط الميدان ديال المنتخب الوطني. هو سميتو ايوب بوعدي، دونك لا الاسم لا النسب كيدل على انه راه خصو يجي مع المنتخب الوطني المغربي. دونك اختيار صائب بالنسبه ليه هو كلاعب وبالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، لانه يستثمر في لاعب تبارك الله عنده 18 سنه. سي محمد 18 سنه راه تبارك الله. شحال غيلعب معاك من كوب دافريك وشحال غيلعب معاك من كوب دي موند. والجميل في الامر هو انه تم تجديد خط وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي بعناصر عندها امكانيات كبيره، عندها واحد الامكانيات اللي كتختلف من لاعب لاعب، عندهم دي بروفيل اللي مختلفين. العناوي ماشي هو بوعدي ماشي هو المرابط ماشي هو حريمات، ماشي هو الخنوس، ماشي هو الصباري. دونك هنا كيعطيك واحد امكانيات كبيره اللي ممكن انك تفاري فيها في لي ماتش ديالك. هاد لا سيزون ما نساوش على انه لعب ماتشات بزاف، من 39 ماتش لعب 34 مره بشكل اساسي. يعني من 39 ماتش لعب 34 مره. الملاحظ فيه هو انه ما كيسجلش وتا لي زاسيس ما كيعطيش بزاف. يعني ملاحظ على انه لعاب اللي ممكن انه يلعب امام المدافعين، عنده ديك الخاصيه ديال استخلاص الكره، ثم عنده دقه التمرير ديالو وصلت 90%، لانه ما كيخسرش الكره بزاف. وهذا اللي كيحث عليه دائما السي محمد وهبي. يعني في الندوه الصحفيه السابقه قال على انني المتطلبات ديالي بالنسبه للوسط ميدان هو انه يكون وسط ميدان عصري يجمع بين هو انه يعرف يخرج الكره وكيقطع الكره مزيان وكيخرجها نقيه. وهذا هو كنقولوا روليير اكثر منه، حيت هو كيلعب بجوج ديال اللاعبين وسط ميدان السي محمد وهبي، باش دائما تكون عندهم التغطيه على اللاعبين اللي تيكونوا بلي. وهذه خذها من عندي راه ان شاء الله. يعني التاكيدات اللي جاتنا اختار المغرب كنتسناو يعني الاعلان الرسمي بشكل عادي في الجامعه، في موقع ديال الجامعه الرسمي في اللائحه بشكل عادي في الجامعه، في موقع ديال الجامعه الرسمي في اللائحه. والثنائيه اللي غتكون راه هي ديال العناوي مع تكون منافسه. هذا امر واضح. كاين المرابط مزيان تا هو المرابط لعاب كبير. كاين محمد ربيع حريمات تا هو لعاب اللي تا هو يدخل في المنافسه. انا منتخب وطني لا اللي باين حنا كندويو على التشكيله الاساسيه اللي باين راه باين، ولكن انت على حسب ما يبدو. لا هو خصو يدير في الذهن ديالو ماشي لانه يعني جيتي للمنتخب الوطني المغربي واختاريتي المنتخب الوطني المغربي راه ماشي حجزتي المكان ديالك بشكل اساسي. راه لازم على انك تجي وتنافس هذوك اللاعبين باش تاخذ المكان ديالك. كاينه مساله اخرى امين، هو القيمه السوقيه ديالو تبارك الله في 18 سنه وصل ل 50 مليون يورو. هنا كيبان على انه يعني مع مرور السنوات قابل على انه يتطور كاداء. الزملاء ديالنا راه جاوبوك، يعني اللاعب الاعلى قيمه سوقيه في العالم تحت 18 سنه هو تروازيام جوار تبارك الله نيفو مونديال، يعني من بعد جوج ديال اللاعبين كبار في اسبانيا وكذلك في المانيا. يعني 50 مليون دولار تقريبا في سن ديال 18 عام. مازال اللاعب اللي غيتطور اكثر صحيح ويقدر يفرض المكانه ديالو على المستوى العالمي بشكل اكبر. ارتباطا بهذا الموضوع بالضبط برزو بعض التعليقات ديال فيصل فجر، يعني ربما في الصفحه الرسميه ديال الزملاء ديالنا في راديو ماس، ربما تعليقا على الخبر ديال بوعدي. برزو بعض التعليقات ديال فيصل فجر، يعني ربما في الصفحه الرسميه ديال الزملاء ديالنا في راديو ماس، ربما تعليقا على الخبر ديال بوعدي. ربما ما عجبوش الحال، ربما بغى يقول بان الاختيار ديال بوعدي المنتخب المغربي جاء متاخرا وجاء بعد رفض ربما ولا استبعاد من المنتخب الفرنسي، لان كان في المرحله السابقه كيلعب مع لي 21 وكانش مع المنتخب الاول. وصدرات لا ليست يعني كما تابعنا البارح ديال دي ديشون وكانت خاليه من الاسم ديال بوعدي. واش متفقين مع الملاحظه ديال فيصل فجر هشام؟ ملاحظه هذا راي يخصه لاعب سابق داز في المنتخب الوطني، كان بالاحرى على انه يعني تازن بواحد شويه ديال
ديال المعقول، لانه السيد باقي عنده 18 سنه، عنده الحريه ديال انه يختار منتخب فرنسا ولا منتخب المغرب. 18 سنه راه كنتكلموا على يعني شاب يافع، شاب باقي في مقتبل العمر. دونك راه خصو لونتوراج ديالو على انه يتشاور معاه يدوي معاه وهذا، وفي الاول والاخير اختار يعني النداء ديال القلب اللي هو المنتخب المغربي. بالنسبه لي انا يعني تصريح كنت كنتمنى على انه يكون، لا كنت كنتمنى على انه يكون كيموتيفي اللعاب اكثر ما انه يكون يعني تصريح بهذه الطريقه. شوف راي ديال سي محمد المغودي. ودي انا بلا ما تبقى تجرني لهاد التصريح غير مسؤول، تصريح غير مسؤول، تصريح طائش. كيفاش يدير زعما سكي في بان راه في التصريح ديالو فجر راه كيضرب في روح